تخيل معايا ان احنا عايشين طول عمرنا بنسمع عن بشر مش عاديين. بشر لا هم بشر ولا هم وحوش، هم حاجة بين الاتنين. قوم ربنا ذكرهم في القرآن الكريم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم ياما. بس التاريخ بتاعنا سجل رحلة واحدة بس لشخص قال انا شفت مكانهم بعيني، والراجل ده يبقى سلامة ترجمان. رحلة بدأت بأمر من الخليفة العباسي وانتهت بحكاية عجيبة. تابعوا معايا علشان تعرفوا الحكاية كاملة، وما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت، واكيد تعمل سبسكرايب. ونبدأ هنا طبعا بالمين كاركتر، وسؤال بسيط بيقول مين هو سلامة ترجمان؟ سلامة ترجمان مش عالم ولا مغامر ولا حتى كان قائد جيش، ده كان مجرد مترجم في بلاط الخليفة العباسي الواثق بالله. راجل بيفهم لغات كتير وبيفهم لغات الشعوب اللي ورا حدود الدولة الإسلامية. بس اللي غير حياته إن في يوم من الأيام الخليفة العباسي الواثق بالله حلم غريب، وهو إن سد يأجوج ومأجوج اتفتح. والحلم ده خوفه جدا، مش بس لأنه ملك، لا، لأنه كمسلم عارف معنى انهيار السد. فقرر هنا يعمل حاجة ولا واحد قبليه ولا واحد بعديه عملها علشان تبدأ الرحلة الحقيقية. وهنا الخليفة استدعى سلامة ترجمان وقال له بالحرف أنا عايزك تروح تشوف السد وترجع تحكي لي اللي شفته بالظبط. وهنا سلامة استلم 200,000 درهم من الخليفة وفرقة كاملة عشان تحميه، ده غير إن هو ودى معاه مترجمين تانيين بيفهموا لغات تانية، ده غير خطاب توصية لكل الملوك اللي هيقابلهم علشان محدش يعترض طريقه في الرحلة. وهنا سلامة ترجمان والناس اللي معاه شدوا الرحال وانطلقوا في الرحلة بتاعتهم اللي مروا فيها على أرمينيا وبلاد الخزر وجبال القوقاز، لحد ما وصلوا لمناطق مفيش فيها لا مدن ولا ناس ولا حتى حيوانات عايشة فيها. أرض سودة وريحتها وحشة جدا ومليانة بقايا حيوانات ميتة، والأرض نفسها كانت محروقة كأن في حاجة عدت ودمرت الأرض دي. لحد ما قدروا يقابلوا عدد قليل من الناس واتكلموا معاهم، والناس قالوا لهم اوعوا تكملوا رحلتكم وارجعوا مكان ما جيتوا، علشان اللي موجود في الأرض دي فوق خيالكم كله. بس سلامة ترجمان قرر يكمل الرحلة زي ما هو، علشان بعد شهور طويلة من عناء السفر والرحلة يقدروا يوصلوا للحظة رؤية السد. أول ما وصلوا للمكان على طول شافوا جبلين واقفين زي الحراس بالظبط، وفي النص كان السد، حديد ونحاس ضخم مستحيل يكون مرصوص بطريقة طبيعية. وسلامة وصف المنظر وقال مفيش شق، مفيش كسر، مفيش علامة واحدة على الانهيار. وقال كمان إن في باب عظيم عليه قفال كبيرة جدا، والباب ده عليه حرس كل يوم بيضربوه ويسمعوا هل في صوت جاي من وراه ولا لا. والاغرب ان هو لما اتكلم مع الحراس وسالهم قالوا له احيانا بنسمع صوت زي الهمهمه. بعدها سلامه كمل كلامه مع اهل المنطقه وبدا يسال عن اوصاف ياجوج وماجوج. وهنا الناس قالوا له ان هم قوم قصار القامه، عينيهم ضيقه وشعرهم كثيف، ده غير ان اعدادهم مرعبه جدا، الواحد فيهم ما بيموتش إلا لما يشوف 1000 من صلبه. والأوصاف دي متطابقة مع الأحاديث اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالها لنا. وبكده يكون سلامة ترجمان حقق هدفه من الرحلة دي، ويقدر يرجع للخليفة يحكي له على اللي شافه بعد رحلة استمرت أكتر من 2 سنين، علشان يدخل على الخليفة ويبدأ يحكي له على كل اللي حصل وكل اللي شافه. وهنا طبعا الخليفة ارتاح لما عرف إن السد لسه سليم وسمع حكاية سلامة ترجمان. وبعد ما سمعنا الحكاية نيجي بقى على السؤال المهم، هل الرحلة دي كانت حقيقية أصلا؟ بص، هي الرحلة اتذكرت في أكتر من مصدر من المصادر الإسلامية، زي نصرة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي، ومعجم البلدان لياقوت الحموي، والبداية والنهاية لابن كثير. لكن أغلب المؤرخين دول أخدوا القصة أو الرواية من كتاب المسالك والممالك لابن خردزبة. في ناس كتير قالوا إن الرحلة حقيقية، وناس تانية قالت إن هي مبالغات وأساطير وخوف ديني متراكم، لكن ولا واحد فيهم قدر ينكر إن سلامة ترجمان ده شخص حقيقي. وسلامة ترجمان هو الإنسان الوحيد اللي التاريخ سجل إن هو راح شاف ورجع تاني. بس السؤال الحقيقي بقى مش هل السد موجود ولا لأ، السؤال الحقيقي هل السد لو اتفتح إحنا مستعدين ولا لأ. وبس كده وصلنا لآخر الحلقة. لو أنت وصلت معايا لآخر الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت، وأكيد تعمل سبسكرايب. وما تنساش تقول لي الحلقة الجاية تحب تكون عن إيه، اكتب لي في الكومنتات تحت. سلام.